السؤال المهم ازاي الزياده دي اثرت على الحياه؟ اولا الكائنات خدت نفس اعمق، المستويات العاليه من الاكسجين سمحت للكائنات خصوصا الحيوانات انها تكبر اكتر واسرع. يعني الزواحف الطايره زي البيتروسورس بقت ضخمه لدرجه ان في بعضها كان جناحه بيوصل ل 10 متر، والحشرات كانت بحجم البيتزا. حتى الكائنات البحريه استغلت الفرصه، التنفس بقى اسهل، النمو بقى اسرع. العلماء بيسموها حقبه العمالقه المصغره. كل حاجه كانت بتكبر فوق المعتاد. كمان الاكسجين ساعد في التنوع نفسه، لما يبقى عندك اكسجين وفير ده معناه مزيد من انتقال الخلايا، مزيد من الحركه، مزيد من التعقيد في الكائنات. يعني من الاخر الكائنات ما كانتش بس عايشه، دي كانت بتبدأ. بدأنا نشوف انواع كتيره جدا من الكائنات، منها اللي نعرفه لحد النهارده ومنها اللي اندثر، لكن كلهم استفادوا من البيئه الغنيه بالاكسجين. بس استنى، هل الاكسجين كله خير؟ مش دايما. الزياده الكبيره في الاكسجين ممكن تبقى سلاح ذو حدين. الاكسجين بيغذي الحياه بس كمان بيغذي الحرايق. في عصر فيه نباتات كتيره وحراره عاليه وكميه اكسجين ضخمه، النتيجه حرايق غابات مهوله. وفي ادله على وجود فترات من حرائق مستمره وغبار في الغلاف الجوي. ده غير ان في علماء شايفين ان ارتفاع الاكسجين ممكن يكون ضغط على انواع معينه من الكائنات اللي مش متعوده على النسب العاليه دي. وبرضه في اختلاف في الاراء. في باحثين بيقولوا ان مستويات الاكسجين ما كانتش عاليه بالشكل ده طول التباشير، يعني في فترات عليت وفترات قلت، لكن الاغلبيه بتتفق ان النسبه كانت فوق ال 21% على الاقل في اجزاء كتيره من الحقبه دي.